سبحان الله. ده اسمه ايه بقى يا شيخ مصطفى او يا باشمهندس مصطفى، يعني بما انك متخصص في علم الميكانيكا؟ ده اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ انت بتتاجر بالدين ولا حاجه؟ انت بتلعب بالدين؟ وانت تجيب النص تستدعيه في الوقت اللي الظروف فيه مهيئه وبتخدم الراي العام وبتخدم الحاكم الموجود، وبعدين تجيب نفس النص تستدعيه لانه بيخدم الحاكم الموجود برضه؟ ده اسمه لعب السلام بالدين يا عليكم. شيخ، اتق الله. زي ما شفنا الشيخ سلامة عبد القوي بيفتري على الشيخ مصطفى العدوي ان هو بيتاجر في الدين، لانه اجاب على سؤالين بنفس اجابه واحده، حديث من السنه الا ان تروا فيه كفرا بواح، اللي هو هل يجوز الخروج على الحاكم، والجزئيه الثانيه ثوره يناير، وقال ان هي كمان الا ان تروا فيه كفرا بواحا. فالشيخ سلامة بيقول اتق الله يا رجل، هذا لعب بالدين او تجاره بالدين. فانا اسمعكم المقطع اللي جابه الشيخ سلامة عبد القوي ان هو فعلا فيه افتراء، وان هو مش فاهم او بيدلس ومتعمد، حتى ان هو جايب الفيديوهات نفسها. فاحنا مش هنحذف حاجه ان شاء الله، وهنجيب الفيديو الاول. رايك في ثوره يناير؟ انت كانت اجابتك في الحقيقه كانت اجابه قويه جدا وماتعه جدا في برنامجك اللي كنت بتطلع فيه تقريبا على قناه الرحمه او قناه الحافظ، وقلت رد قوي جدا في الحقيقه على فكره حكم خروج المصريين على الحاكم. تعالوا نسمع انت قلت ايه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما كخروج على حاكم مسلم، فالخروج على الحاكم المسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لكن الذي تم في مصر لم يكن خروجا بمعنى الخروج الذي يستوجب قتل فاعله، لا، إنما الحكومة نفسها هي التي وضعت في دساتيرها ما يفيد تجويز ذلك. ثم إن الخروج لم يكن خروجا بالسيف، فلذلك لا يوصف بأنه خروج، إنما يوصف بأنه مطالبة بحقوق، أو يوصف بأنه مطالبة برفع مظالم، والله أعلم. الكلام واضح يا جماعه. بيقول ليس خروجا على الحاكم، ثورة يناير دي ليس خروجا على الحاكم، إنما هو المطالبة برفع المظالم عن الناس والمطالبة بالحقوق، والله أعلم. الكلام واضح. هو بقى خلاه خروج عن الحاكم، وبيستدل كمان إن هو أجاب نفس الإجابة في عدم الخروج على الحاكم بعد ثورة يناير. ووقتها يا شيخ مصطفى انت قلت للناس انه ممكن الخروج على الحاكم. لا، ما قالش يا جماعة ممكن الخروج على الحاكم. لو كل كان مركز قال إن دون تظاهر يكفله القانون، وهي المطالبة برفع الحقوق والمظالم وليس خروجا. شوف الشيخ سلامة دلس الكلام وقال إن هو وقتها قال إن يجوز الخروج على الحاكم. خلي بالكم بقى من الجزئية دي. ده تظاهر بيكفله القانون والدستور. كتر خيرك وجزاك الله خيرا، رأي محترم طبعا. هي بقى نقطة التدليس هنا، لأن هو هيجيب إجابة كاملة للشيخ مصطفى العدوي هل يجوز الخروج على الحاكم. فالشيخ مصطفى العدوي تعالوا نسمع الأول. وإياك أن تحيد عن الشريعة، نسيت؟ وإياك أن تحيد عن الشريعة، نسيت؟ تعالى فكر أنت قلت إيه؟ رسالتك القوية للدكتور مرسي حياك الله فيها يا شيخ مصطفى. اسمعوا قال إيه؟ ابن الأخ الرئيس محمد بن مرسي: أخشى أن يناله شيء من عذاب الله إذا لم يتدخل لإنقاذ الشريعة. والله ثم والله أخشى أن يناله شيء من عذاب الله ومن الفضيحة في الدنيا والآخرة إذا لم يتدخل لإنقاذ شرع الله سبحانه. ده أنت يا شيخ مصطفى. دكتور مرسي كان من بنود الترشح ان هو كان هيحقق الشريعه الاسلاميه او هيسعى لتحقيقها، فدي كانت رساله موجهه من الدكتور مصطفى بيقول له اخشى ان ينالك شيئا من عذاب الله لان انت لم تسعى الى ذلك. فانت بقى حملته فوق طاقته ان هو بيقول ان انت كنت واخد حريتك في الكلام ودلوقتي مش عارف تتكلم خالص. ده كلامك القوي جدا الرنان جدا بعد نجاح ثوره يناير، وده كلامك القوي جدا للدكتور محمد مرسي. ده كلامك القوي جدا. لم يكتفي الشيخ مصطفى العدوي كده، بل بالعكس في نفس الفيديو ده قال ان احنا سنظل نطالب بالشريعة ما حيينا، سواء مع الدكتور مرسي او بعد الدكتور مرسي. تعالوا نسمع قال. يا فضيلة الشيخ، نحن نسعى جاهدين، جاهدين ليل نهار. هذا همنا، أن تحكم فينا شريعة ربنا سبحانه وتعالى، وأن نحقق عبوديتنا
لخالقنا سبحانه وتعالى، ليس لنا هم إلا هذا. سواء جاء الدكتور محمد مرسي أو ذهب الدكتور محمد مرسي مهما كان، فنسأل الله الثبات حتى الممات. نطالب بشريعة الله أن تحكم في الأرض ونعبد أنفسنا لله عز وجل. وفي الحقيقة ده كلام محترم جدا، يعني لا يخرج إلا من عالم. الخروج يا شيخ مصطفى على الحاكم الذي يقتل ويسجن ولا يطبق الشريعة. تعالوا نسمع الشيخ مصطفى بعد ما جاله السؤال وهو متردد، باين عليه نبرة التردد يعني في طرح السؤال، ولكنه أراد أنه يعمل اتزان نفسي كده، فارتشف رشفة من القهوة وأجاب بهذه الإجابة الماتعة. هل يجوز الخروج على الحاكم الذي قتل وسجن وباع الدين والأرض والأعراض؟ لابد من النظر إلى المصلحة والمفسدة. يعني إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، تأكدنا وتيقنا عن شخص ما أنه كافر كفر بواحا عندنا من الله فيه برهان، يبقى النظر هل إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان جاز لنا الخروج، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لكن ينظر هل الخروج مفسدته أعظم أم المصلحة منه أعظم؟ فإذا كانت المفسدة أعظم، يعني هو كافر قوي عندنا والله فيه برهان، لكن الخروج عليه سيؤدي إلى الدمار وإلى الخراب أكثر وأكثر من المسلمين، فهنا تتدخل قاعدة اختيار أخف الأضرار. لو سلمنا بالكفر البواح تبقى قاعدة اختيار أخف الأضرار. بارك الله فيك، فالله لا يحب الفساد. بالمناسبة الإجابة دي هي نفسها الإجابة على السؤال بتاع ثورة يناير انتوا سمعتوه من شوية. يعني ايوه، بس ثورة يناير هو نفسه قال ان هو ما كانش خروج عن الحاكم، هي المطالبة بالحقوق ورفع المظالم، ما اعتبروش خروج عن الحاكم. عشان كده انت هنا فعلا بتدلس وكلفته فوق ما لا يطيق. فكده يا شيخ سلامة انت كده مزودها قوي، كده انت بتسخر الكلام على مزاجك. وانا هفكر المتابعين بالجزئيه اللي قالها الشيخ مصطفى ان هو في ثوره يناير ليس خروجا على الحاكم. رحنا على قناه الحافظ وقلت رد قوي جدا في الحقيقه على فكره حكم خروج المصريين على الحاكم. تعالوا نسمع انت. ما كانش خروج على الحاكم، واسمعوا بقى الدكتور مصطفى هيقول ايه او الشيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما كخروج على حاكم مسلم فالخروج على الحاكم المسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لكن الذي تم في مصر بيقول الذي تم في يناير لم يكن خروجا بمعنى الخروج، لم يكن خروجا بمعنى الخروج الذي يستوجب قتل فاعله، لا، إنما الحكومة نفسها هي التي وضعت في دساتيرها ما يفيد تجويز ذلك. ثم إن الخروج لم يكن خروجا بالسيف، فلذلك لا يوصف بأنه خروج، إنما يوصف بأنه مطالبة بحقوق. يبقى الشيخ مصطفى بيعتبر ثورة يناير خروج، مش خروج على الحاكم، هي المطالبة برفع المظالم والمطالبة بالحقوق. يوصف بأنه مطالبة برفع مظالم. والله أعلم. خد نفس الحديث واستدل بيه على عدم الخروج. لا، هو قال نفس الحديث لأن هناك كان المطلع الكلام بيتكلم فيه عن الخروج عن الحاكم، فقال نفس الحديث: إلا أن تروا فيه كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. نفس الكلام هو هنا، ولكن هناك قال إن يناير ليست كانت خروجا على الحاكم. أنت هنا دلست وما قلتش الأمانة العلمية على الحاكم. سبحان الله، والله سبحان الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.